السلام على الأمة التونسية وعليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ياسر في التاريخ على نخبة القرن 19، على النخبة الإصلاحية بتاع القرن 19 والمسار الإصلاحي اللي فشل في القرن 19، وكان ثم ياسر شكر وياسر مدح لتلك النخبة واللي هي نخبة طيارة على الآخر، ولكن على غالب ما نجمتش. للأمانة التاريخية النخبة بتاع القرن 19 دخلت في ثنية بتاع تخمام سياسي غلط. نخبة القرن 19 طرحت القضايا الغلط باستثناء خالد الدين باشا تقريبا، فإنه نخبة القرن 19 وحلت مع قضية نظام الحكم. نخبة القرن 19 كانت معقدة من نظام البيات الطغياني، كانت معقدة من الطغيان، وشاهدت قدامها أوروبا اللي ماشية في ثنية الديمقراطية وثنية الحقوق وثنية الازدهار بتاع الحياة العامة، وتضربت فيها. فكان تحاليلها وكان كل فكرها منصب على كيفية التوفيق بين أنظمة السياسة وأنظمة المجتمع الأوروبي أو الغربي والإسلام. كانت قضيتها كيفاش تنجم تعمل عملية نقل للأنظمة السياسية الاجتماعية الغربية إلى تونس والتوفيق بيناتها بالإسلام. فكانت قضيتها كيفاش تحد من سلطات البي أو ما يسمى بالملك المقيد، وكانت قضيتها كيفاش تعمل مجالس بتاع استشارية، وكانت قضيتها كيفاش تعمل القضاء المتدرج على النمط الأوروبي. كانت قضيتها الفصل بين السلطات، كانت قضيتها التغييرات السياسية الأوروبية ونقلها لتونس. ولذا فإنها لم تلاحظ المشكلة التونسية الأساسية، وهي مشكلة الضعف. مشكلة تونس الحقيقية هي مشكلة الضعف السياسي، الضعف العسكري، الضعف المالي، الضعف الاقتصادي، الضعف العلمي، الضعف التقني. وهذه المشكلة ما ترجعش للقرن 19، هذه المشكلة ترجع للقرن 11 ميلادي. احنا وضاح انه نحن ضعاف عسكريا في القرن 11 ميلادي، وقت اللي بني هلال نجموا يحتلوا تونس، وقت اللي النورمان احتلوا المهدي. احنا في القرن 13 ميلادي بدا يوضح انه نحن عندنا مشكلة في التنظيم العسكري وعندنا مشكلة في التنظيم الاقتصادي. احنا في القرن 14 ميلادي مثلا كانت تونس تتعرض للغزو. المغاربة المرينيين عملوا غزو لتونس في 1347 ميلادي واحتلوها تقريبا الكل، والقبائل هي اللي كسرت السلطان أبو الحسن المريني. احنا في القرن 16 ميلادي قبل ما تظهر فكرة الديمقراطية في أوروبا تعرضنا لغزو المزدوج تركي إسباني. يعني نحن مشكلتنا الرئيسية لم تكن نظام الحكم. نحن في عصر اللي كانوا الأوروبيين يعيشوا فيه في الأنظمة الاستبدادية على الآخر، كانوا الأوروبيين يعيشوا في العصور بتاع الإقطاع، كنا نهزموا قدامهم عسكريا، نهزموا قدامهم سياسيا، ونهزموا قدامهم اقتصاديا. احنا نعاني من التخلف على كل المستويات من قبل ظهور فكرة الديمقراطية وقبل ما تصير النهضة عند الأوروبيين. نحن متخلفين على مستوى التنظيم العسكري، وما عملناش جيش مشاة تونسي كان في القرن 19 مع أحمد بن. ناخذ مثال لأن النقطة هذه ونفتح حولها قوس. اللي خمم حقيقة في كيفاش إنه تونس تولي قوة عسكرية مش النخبة الإصلاحية، البيات ما بينات حمودة باشا وما بينات موسى أحمد بيه كان ثم تخمام حقيقي في كيفاش صنعان القوة العسكرية التونسية. النخبة الإصلاحية سواء ابن أبي ذياف، محمود قبادو، حسين الجنرال حسين او غيرهم او محمد بيرم الخامس، كانوا يخموا ياسر في التنظيمات. كانت عندهم العقده بتاع التنظيمات الجديده السياسيه والمجتمعيه والتنظيمات القضائيه. في مقابل القضيه الحقيقيه بتاع تونس كان ضعف، باستثناء خير الدين باشا الذي حاول في كتابه اقوى المسالك في معرفه احوال الممالك انه يفهم عوامل قوه الامم، وعمل كتاب تحفون على الاخر، وهو الكتاب اللي يعتبر ارقى تخمام سياسي تونسي على مر العصور لحد اللحظه. ولذلك الحالة الاستثنائية هذه ما نجمش نحكوا عليها. التخمام في اسباب الضعف العسكري لا يكون موجودا في فكر نخبة القرن 19. ما تروحوش كيفاش نحن مثلا ما عملناش جيش مشاة وما تطورناش من جيش الفرسان الى جيش المشاة، رغم انه الحكايه هذه صارت على المستوى العالمي في القرن 14. ما تروحوش اسباب تخلف الاسلحه الناريه في تونس، كيفاش نحن ما عملناش مصانع حقيقيه بتاع مدفعيه، وتخلف التساليب التحصينات، كيفاش الحصون التونسيه قاعده تتبنى بطرق قديمه على الاخر وضعيفه قدام الاسلحه الحديثه. ما حكوش على التخلف البحريه التونسيه سواء البحريه التجاريه والبحريه العسكريه، ما حكوش على تخلف النظام الاداري التونسي اللي مازال عندنا نظام اداره قبليه في القرن 19. هذه المسائل موجوده من القرن 11 ميلادي، لم تطرح حقيقه عند نخبة القرن 19. التخلف المالي ما حكوش عليه، والتنظيم بتاع الميزانيه بتاع الدوله ما حكوش عليه. اصلا ازمه القروض بتاع القرن 19 وقضية التحايل اللي عملوا بنك ديرلونجي على الحكومة بتاع البي لا تجد له ذكرا حقيقيا عند المؤرخين في تونس وعند نخبة القرن 19، لأنه ما فهموش شنو صار بالضبط. قد ما تلقاه موجود بتفاصيله عند مؤرخ فرنسي جون غانيان.
اصلا مؤرخي القرن 19 هو نخبه القرن 19، النخبه الاصلاحيه للقرن 19 جزء كبير منهم كان يكتبوا في التاريخ، ما عملوش دراسه للمعاهدات التونسيه. المعاهدات التونسيه مع القوى الاوروبيه مع القوى العالميه اللي موجوده من عهد الحفصي، تلقوها مثلا في كتاب لي زانال تونيزيان بتاع الفونس روسو اللي كتب على تاريخ تونس حتى 1830، واللي جبد كل المعاهدات رغم انها مش موجوده في فرنسا. معناه مشى اتصل بالقنصليات الاجنبيه اللي في تونس وبحث وش جبدهم معاهده من العهد الحفصي. نخبه القرن 19 لم تنكب على المشاكل التونسيه الحقيقيه، نخبه القرن 19 انكبت على المشاكل السطحيه، ونحن نعاني لحد لحظه في هذه الطريقه بتاع التفكير اللي هي التفكير في المشاكل السطحيه، التفكير في نظام الحكم والنظام المجتمعي والحريات والحقوق والفصل بين السلطات، رغم انه المشكله بتاع تونس اعمق من هذا مليون مره. مش كل تونس هو الضعف، مش كل تونس نظام طغيان، مش كل تونس هو الضعف. لو جو البيات اقوياء على الاخر وعندهم جيش قوي لم تكن هناك مشكله في انهم يكونوا طغاة ولا مش طغاة، وان يكون عندهم كل السلطات وماش عندهم كل السلطات. خاطر القضيه هي الدوله القويه ولا الدوله ضعيفه، مش القضيه الدوله ديمقراطيه ولا الدوله مستبده ولا كذا. لان الوحله بتاع القرن 19 اللي نزلنا فيها التو، نخبه القرن 19 ما تسمى بالنخبه الاصلاحيه كانت عاجزه فكريا على تبين المشكله التونسيه الحقيقيه، ما درستش اسباب الضعف التونسيه من القرن 11 ميلادي، ما درستش كيفاش انهاروا الصنهاجيين، ما درستش كيفاش انهاروا الحفصيين، ما درستش كيفاش الاتراك بتاع الجزائر قعدوا من القرن 17 تيلت 100 عام من القرن 17 للقرن 18 لين جاء حموده باشا وهم يتدخلوا في تونس وينهبونها ويغتصبونها. ما درستش اسباب ضعفنا البحري، اسباب ضعفنا العلمي، اسباب ضعفنا التقني، ما درستش المشكله الحقيقيه وما نجمتش تقدم لها حلول وما نجمتش تبني فكر تتاسس عليه قياده سياسيه حقيقيه. ولذلك فانها لم تستطيع انقاذ تونس، ولذلك فانها لم تستطيع ان تتحول الى كتله حقيقيه، الى تتحول الى قوه سياسيه. ما نجمتش تحول قوه سياسيه، كانوا نخبه بتاع مفكرين ومفترشين موجودين في الحكومه، موجودين في الحاشيه بتاع البيئه، موجودين في اركان الدوله، لكنهم غير قادرين يتحولون الى قوه. لماذا؟ لان ليس لهم مشروع. القرن 19 النخبه بتاعه ما نجمتش تتحول الى مشروع سياسي وطني. كانت تنجم تناقش فساد البيت، كانت تنجم تناقش الطغيان بتاع البيت، كانت تنجم تناقش الاختلاف الجذري بين تونس واوروبا، كانت تنجم تناقش المنظومات الاوروبيه الغير عاديه اللي تعطي الحقوق اللي تعطي الحريات واللي فيها البشر يزدهر، كانت تنجم تناقش تقييد السلطات، وكانت تنجم تنظر له، كانت تنجم تناقش التوفيق او العلاقه بين الاسلام ومنظومات الحكم الغربيه، كانت نجم تناقش الحكايات هذوما، لكنها ما كانتش تنجم تناقش المشاكل التونسيه الحقيقيه، وما كانتش تنجم تطرح فكره، ما كانتش تنجم تكون عندها مشروع تونسي، لانها تناقش في العموميات، لانها انبهرت بالغرب، ولكن ما كانش عندها العمق، وما كانش عندها قوه شخصيه، وما كانش عندها اراده الانقاذ الحقيقيه. كانت تنجم لو كبت على تاريخ تونس مليح وفهمت تاريخ تونس مليح تدرك عوامل الضعف قبل ان تظهر منظومه الحقوق هذه الغربيه، قبل ما تظهر فلسفه الانوار، قبل ما يظهر عصر النهضه، قبل ما تسقط القسطنطينية. كان باين انه ثم ضعف عنا نحن في تونس. احنا في القرن 13 ميلادي كان باين انه عنا ضعف. احنا من اللي تلاقينا بدو ياخذوا في لازمات صيد الطن ومش البوانس اللي يصطادوا الطن، كان باين انه عنا ضعف. من اللي تلاقينا بدو ياخذوا في هما الفرنسيس في لازمات صيد المرجان في طبارقه والساحل اللي قريب من طبارقه، باين انه عنا ضعف. من التجارة التونسية واللي تمشي بالسفن الأجنبية كان عندنا ضعف، ونحن نحكوا في القرن 13 و 14 ميلادي. من اللي أوروبا بدأت تصنع في المدافع ونحن ماناش نصنع في المدافع، من اللي نحن ما عندناش جيش مشاة، من اللي نحن تخلينا عن خط التحصين الروماني القديم وما عملناش الحصون الجديدة، وقالت جزء كبير من التحصينات التونسية طايبة وطايبة طايبة على الآخر. لم يقع تجديد في الحصون التونسية من العهد الأغلبي راه. من العهد الأغلبي للقرن 19 لم تحدث حصون جديدة. الرباطات سوسة والمستير لحد لحظة هم أقوى حصون في تونس تقريبا. فالحصون الحقيقية اللي تعملت في الوقت ذاك لا ترتقي لحصون العهد الأغلبي. وذي كانت كارثة. من خط التحسين تونس العاصمة ما تحسنتش مليح. وكان سقطت برشا مرات، مش كانت قبل الغزو، سقطت برشا مرات، سقطت عند المارينيين وسقطت عند اتراك الجزائر زاد. وهذه كانت وسقطت عند الاسبان وسقطت عند الاتراك. الخط الساحلي ما كانش محصن مليح، خط الحدود الغربيه ما كانش محصن مليح. الداخل التونسي ماهوش مليان بحصون كبرى،
التجنيد الإجباري ما تعمل كان مع أحمد بيه. السيطرة على التجارة الداخلية والسيطرة على التجارة الخارجية. ثم عجز تجاري بيه تجاه الأوروبيين، البيات والنخب الحاكم كانت تشري ياسر سلع رفاهية. هذه الحكاية لاحظها مثلا حمودة باش السلع الطرف اللي قاعدة تدخل تونس. ما دخلناش عصر المكننة، ما عملناش جامعة تقري العلوم وتقري التقنيات. هذه المسائل الحقيقية اللي نحن ضعفنا فيها قدام أوروبا من عهود الإقطاع الأوروبي، من عهود الإقطاع الأوروبي. التنظيم الداخلي للدولة، التنظيم الإداري للدولة، التنظيم الجبائي للدولة التونسية، كانت فيه مشاكل من اللي الأوروبيين يعيشوا في عهد الإقطاع. باينة الحكاية. في 1270 أوروبيين هجموا على تونس، الفرنسيس هجموا على تونس، مش التوانسة هجموا على فرنسا. معناها نحن نعاني مشكلة من الناحية السياسية، من الناحية الإدارية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية العسكرية، من الناحية الفكرية، من قبل ما تصير عصر النهضة الأوروبية، من قبل ما يسمعوا الأوروبيين بالمدينة الدولة بتاع أثينا والديمقراطية والقضية السياسية في العهد الروماني، من قبل ما يجي فكرة الحرية بتاع الفرد أصلا العقل الأول الأوروبي، من عصور الظلام كما يسموها الأوروبيين، كيف ما يسموها الأوروبيين. نحن نعاني من مشكلة ضعف، مشكلة ضعف مع الأوروبيين وكذلك مشكلة ضعف مع الأتراك. وهذا اللي نتج عليه سقوطنا في القرن 16 في داخل الصراع التركي الاسباني. هذه مشكلة حقيقية. مشكلتنا هي الضعف، ماهيش مشكلتنا المنظومة بتاع الحكم، ماهيش مشكلتنا منظومة المجتمع، ماهيش مشكلتنا الحقوق والحريات. نخبة القرن 19 كانت نخبة ضعيفة قدام الغرب. نخبة القرن 19 كانت فكريا عاجزة على تبين المشكلة التونسية الحقيقية، وبالتالي عاجزة على اقتراح واستنباط الحلول الحقيقية، وبالتالي عاجزة على أنها تنتج قيادات تنقذ الدولة التونسية. وبالتالي فإن نخبة القرن 19 هي المثال الحي على الأزمة الفكرية التونسية التي نعانيها لحد اللحظة، ونعانيها بعد الثورة. لأنه بعد الثورة الناقمين والمعقدين من منظومة الحكم من 56 ل 2011 خمموا في المنظومة بتاع الحكم، خمموا في الحريات، خمموا في الحقوق، خمموا في إباحة تونس، خمموا في كل شيء، لكن ما خمموش في المشكلة بتاع الضعف التونسي. فأنجوا لنا منظومة زادت هردة تونس، فأنجوا لنا منظومة بتاع حكم، منظومة بتاع مجتمع تخلي الأجانب هم الحاكمين في تونس، وتخلي تونس لقمة سائغة للاستيطان، تخلي تونس فريسة. رأي المشكلة الحقيقية لتونس عمرها ما كانت المنظومة الحقوق السياسية والحقوق المجتمعية والاجتماعية، عمرها ما كانت الحريات والحقوق. رأي المشكلة الحقيقية لتونس هي الضعف بتاع الدولة التونسية. الضعف هو مقتل الدولة التونسية. النخبة السياسية الوطنية التونسية الحقيقية هي النخبة اللي تنكب على قضية الضعف، اللي تدرس التاريخ التونسي، واللي تدرس الشخصية التونسية، واللي تدرس الواقع التونسي باش تفهم أسباب الضعف، ومن غادي تستنبط عوامل القوة، ومن غادي تستنبط طريق القوة، ومن غادي تبني المشروع بتاع القوة التونسية. المشروع الوطني التونسي الحقيقي هو مشروع قوة الدولة التونسية. هذا المشروع اللي تتبنى عليه نخب تقود، واللي يتبنى عليه الوعي الشعبي اللي باش يبني التونسي الجديد. القوة التونسية هي الغائب الحقيقي على مشروع الإصلاح في القرن 19 على